هقول لك كلمتين بس اسمعني للنهاية وهتفهم كل حاجة. مش كل نجم اتولد وفي بوجه معلقة دهب. في نجوم اتحملت الجسوة وقاعد واتبهدلت لكن ما استسلموش. ايوه ما استسلموش. النهارده هنحكي عن فنانين حقيقيين اتخلقوا من وجع وبقوا مصدر امل لكل الناس. يعني مثلا عبد الحليم حافظ، الطفل اليتيم اللي اتربى في ملجأ. عبد الحليم حافظ اتولد يتيم الأب ويتيم الأم واتربى وسط الألم. كان بيغني في السر وكان صغير وكان حلمه إن الناس كلها تسمعه، ومع الأيام ومع السنين بقى صوت الحب وصوت مصر الأول كله. أحمد زكي مثلا، الولد الأسمر اللي من الزقازيق، اللي كانوا بيقولوا له مش هتنجح مش هتنجح وما تحاولش. اتخرج من المعهد التمثيل واترفض كذا مرة لكن أصر، ولما وقف قدام الكاميرا بقى أسطورة. بقى أسطورة بجد في التمثيل، محدش قدر يوصل إحساسه. حسن حسني مثلا، الراجل اللي ضحكنا كتير وكان شايل جواه حزن السنين. ايوه حسن حسني كان شايل جواه حزن السنين. يتوفى ابوه هو عنده 6 سنين واشتغل من بدري قوي هو صغير لكن ما استسلمش وبقى جوكر السينما اللي كل الناس بتحبه. دي مش مجرد حكايات فنانين بحكيها، ده دروس لكل واحد حاسس انه مكسور او تايه. اللي النهارده فوق كان تحت من سنين. اللي النهارده فوق كان تحت من سنين. صدق حلمك وكمل الطريق. انا ليه بقول لك الكلام ده؟ عشان خاطر بديك امل لبكره. خلي عندك امل في بكره وامل في ربنا، واكيد بكره حلو طالما انت من جواك حلو. يا رب تكون الرساله وصلت. ثبت في حلمك وما تسيبوش مهما كانت الظروف وحشه. خلي عندك امل في ربنا وامل في بكره. لو عجبك كلامي ما تنساش تعمل لي متابعه. لو بتشوفني على الفيسبوك اعمل لي متابعه. اما لو بتشوفني على قناتي على اليوتيوب اعمل لي اشتراك للقناه. أهلا بكم في قناة حكاوي الغلابة.